خرقت الحكومة التونسية تقاليد دول المغرب العربي. امتنعت المغرب من تسليم والد رئيس الجمهورية الحالي عندما كان لاجئ عند الحسن الثاني. امتنعت الجزائر من تسليم محمد مزالي. امتنعت تونس من تسليم عمرو المحيشي إلى معمر القذافي. اللي كانوا يلجوا بعض الحكام الآن، بعض حكامنا كانوا طلب من علي تسليمهم، ولكن الدول تلك ليش هالسرعة وهالإصرار الكبير الآن؟ مصر عندها لاجئين سياسيين وامتنعت من تسليمهم المجلس الانتقالي. الجزائر كيف ايش بينا احنا؟ ليش نعملوا في هالمشكل هذا الكل؟ جاوبونا وقولوا لنا علاش، اشنو الصفقة الداخلية، اشنو الإصرار على خاطر ثم ثورة في ليبيا وثورة في تونس. شنو الكلام هذا؟ شنو تقصد صفقة سي بشير؟ شنو تقصد الصفقة؟ لابد هناك سر. الصفقات إذا حكينا عن صفقات هناك صفقات كثيرة، ربما إذا كان أستاذ من بينها، سامحني أقول لك، من بينها رئيس مستشار وزير العدل اللي يمشي يبحث عن الحسابات. يمشي طبعا ثابت، وهو باعترافه صرح في جريدة الصريح اللي مشى هو والمحامي الفرنساوي ورئيس المخابرات الليبيه وقابلوا البغدادي المحمودي وقالوا له اعطينا شفرات الحسابات الاموال نتاع ليبيا. ايش دخلوا في هذا؟ ترى لو كان مش ثم ما نعرفش منين جاك هذا. هو صرح به، هو عندنا الشروط. نعم السيد الفرجاني صرح بذلك، وانا تلاقيت مع المحامي الفرنساوي وحكى لي كل شيء وما زال باش يقول حاجات. خلينا